الفترة اللي فاتت معاكم على البيج كنا بنستعرض مجموعة من البوستس دي كان مفادها حاجة واحدة، ان احنا بنستعرض بعض الآراء عن الشركات، سياسات الشركات، طريقة المبيعات بتاعتهم، بعض الآراء. البوستس دي جابت نتيجة وكانت بتاخد تفاعل كبير، ولذلك احنا قررنا ان احنا هنستكمل البوستس دي بس بطريقة مختلفة، وان احنا هنصورها في فيديو. السلام عليكم، انا محمد مصطفى من فون فور يو ومعاكم في فيديو جديد. الفترة اللي فاتت ظهرت تسريبات كتير، منها اللي كان حقيقي ومنها اللي كان اشاعات، والتسريبات دي كان مفادها حاجة واحدة بس، وهي الفلكسبل ديسبلايز، الشاشات المنحنية. خلينا نرجع بيكم للبداية التاريخية وتحديدا في سنة 2005. في سنة 2005 جامعة ولاية اريزونا قررت انها تخصص مركز بحث علمي بمساحة 250 ألف قدم مربع، مساحة كبيرة جدا، وقررت ان الابحاث ده يكون خاص بتطوير والابحاث الخاصة بالفلكسبل ديسبلايز، ببحث عن الشاشات المنحنية. الجيش الامريكي هو كمان اتدخل وقرر ان هو يضخ ميزانيه حوالي 44 مليون دولار خاصه بالمشروع ده، وان هو يمول البحوث الخاصه بالفلكسبل ديسبلايز. ولكن هل المشروع ده نجح؟ الإجابة هي لا، وكانت النتيجة إن المشروع ده ما خرجش لحد دلوقتي للنور، ولكن النتيجة ده كانت حاجة واحدة بس، إن الشاشات كانت أرفع وأخف ليس أقل، سواء كان التلفزيون أو الموبايل. ننتقل تاني لسنة 2010 تحديدا في شهر مايو، حصل تعاون جديد ما بين هيومن ميديا لاب وما بين المركز بتاع جامعة ولاية أريزونا ده، وقرروا إن هم يشتغلوا على مشروع جديد. المشروع الجديد ده كان حاجة اسمها البيبر فون والبيبر تاب. والبيبر فون والبيبر تاب ده نقدر نقول إن هم أول نموذج لهاتف وتابلت قابل للانحناء في التاريخ. البيبر تاب من اسمه هو ورق، فرخ ورق بالمعنى الحرفي، فرخ ورق ان انت تقدر تمسكه، تقدر تتنيه، تقدر تطبقه وتقدر تتحكم فيه بكل سهوله، وتقدر تعمل بيه كل اللي انت عايزه. طيب التابلت ده كان صالح للاستخدام الادمي؟ الاجابه برضو لا. هو عباره عن تابلت، حتى ما كانش فيه الوان، ما كانش فيه سوفت وير منظم تقدر تتعامل معاه، انت كنت تقدر تتعامل معاه عن طريق بعض الجيستشرز، وكان مخصص لبعض المهام البسيطه زي الجداول الحسابيه، زي عرض بعض الصور. التابلت كان بيتم تشغيله عن طريق نفس الكومبوننتس اللي اي تابلت او اي موبايل بيشتغل بيها، بس ما كانش بالشكل اللي احنا بنستخدم بيه اي تابلت. البيبر فون كان هو زي ما قلت فرخ ورق، وكنت بتحطه على مثلا ترابيزه او حاجه، وكان بيتم توصيل الباور ليه او الكومبوننتس دي كان بيتم توصيلها ليه عن طريق بعض الكابلات، والكابلات كانت كتير الحقيقه، كابل البروسيسور، كابل البطاريه، كل الكومبوننتس دي كان ليها كابل خاص. فالنتيجه كانت كارثيه، ان انت بتستخدم تابلت وطالع منه سوكت، والسوكت ده بيطلع منه سلوك كتيره جدا. طيب البيبر تاب ده كان ايه موقفه اساسا من المالتي تاسكينج؟ هل كنت اقدر اعمل عليه مهام متعدده؟ الاجابه برضو لا. احنا نقول لا كتير، خلي بالكم في الفيديو. البيبر تاب لو كنت عايز تعمل عليه ازيد من مهمه كنت تضطر تستخدم اكتر من بيبر تاب، وده يخليك ان انت تستخدم حاجه جديده اسمها البيبر بورد. البيبر بورد دي ادق وصف ليها ممكن نقوله هي ترابيزه تحط عليها ازيد من بيبر تاب، وكل بيبر تاب تعمل عليه وظيفه معينه، وكمان كانت بتشتغل من الجيستشرز، وكمان كانت بتحس التاثير الحراري اكتر من بيبر تاب شغالين واكتف في نفس الوقت، فكانت بتديهم الباور، غير كده فما كانوش بيشتغلوا. زي ما قلنا من اهم ثمار البيبر فون والبيبر تاب دي كان الشركات ابتدت تتوجه انظارها لتقنيه الفلكسبل ديسبلايز. ابتدينا نشوف سوني بتعمل شاشه تقدر تلفها في ايدك زي الرول كده، ابتدينا نشوف ال جي بتقدم نماذج خزعبليه، ابتدينا نشوف لينوفو بتحاول انها تعمل تابلت منحني، ابتدينا نشوف حاجات كتير. 2013 قررت سامسونج انها تخطي خطوه بالنسبه لكل العك اللي اتكلمنا فيه دي، فهي خطوه قويه جدا، وهي تقنيه اليوم. ايه تقنيه اليوم دي؟ تقنيه اليوم كانت عباره عن حاجه شبيهه بالبيبر فون، او نقدر نقول ان ده التطبيق العملي للفلكسبل ديسبلايز على شاشات الاموليد. شركه سامسونج قررت انها تجيب شاشه اموليد وتطبق عليها تقنيه الفلكسبل ديسبلايز، ولقينا ان هي كانت عباره عن شاشه تقدر تتنيها، تقدر تلفها، وكانت برضو نفس فكره البيبر فون كده، متصله بكابلات بس مش كابلات كتير، هي ليها قاعده معينه كده بتحط فيها الشاشه وتقدر تتنيها. وكمان كان في ميزه حلوه في تقنيه اليوم دي، ان الشاشه كانت ملونه، ان كان في سوفت وير سلس، نفس السوفت وير اللي بتتعامل فيه على اجهزه سامسونج العاديه، وانت تقدر تعمل المالتي تاسكينج، كنت تقدر تعمل تاسكس كتير انت عايزها براحتك وبكل اريحيه، وكان يصلح للاستخدام الادمي بس مش يصلح قوي، لان انا مش هقدر استخدم جهاز محطوط في قاعده كهربيه، هضطر ان انا افضل قاعد جنبه على طول، هيحجم حركتي، هيحجم استخدامي. ولكن مقارنه بالتقنيات التانية او مقارنه بالنماذج التانية، فاكيد سامسونج خدت خطوه ما خدتهاش اي شركه تانية. طيب فين التطبيق؟ هل ظهرت التقنيه دلوقتي على ارض الواقع؟ هل اقدر دلوقتي اروح اشتري جهاز قابل للانحناء؟ الاجابه برضو لا، ولكن ده خدنا لمرحله جديده. وبرضو في نفس سنه 2013 وتحديدا في شهر نوفمبر، سامسونج اطلقت جهاز الجالاكسي راوند، وده يعد اول تطبيق حقيقي ملموس على ارض الواقع للفلكسبل ديسبلايز. الجالاكسي راوند ده كان جهاز على شكل كف الايد حرفيا، بشكل راحه الايد، كنت تقدر ان انت تستخدمه او يكون المسكه بتاعته اكتر اريحيه من اي جهاز تاني. على الجانب الاخر برضو شركه ال جي، واللي كانت مهتمه بالتقنيه دي، قررت انها تنتج جهاز هو اسمه ال جي فليكس. والجي فليكس للي ما يعرفش كان هو برضو قابل للانحناء، وعكس الجالاكسي راوند، الجالاكسي راوند كان على شكل مسكه الايد، لكن الجي فليكس كنت تقدر انت تتنيه، تقدر تضغط عليه، يعني
كمنحني. نروح بقى لسنه جديده وهي تحديدا سنه 2014. في السنه دي اطلقت سامسونج النوت ايدج بجانب النوت العادي اللي هو النوت 4. قررت انها تطلق جهاز جديد وهو اسمه النوت ايدج. النوت ايدج ده كان عباره عن ان في بانل على الجنب منحنيه بتستخدمها في بعض الجستشرز، تشوف فيها التاريخ، يظهر لك مثلا نوتيفيكيشنز او كده. ويعني ما كانتش حاجه ثوريه وحاجه ضخمه جدا، لحد ما اصبحت سلسله النوت وسلسله الاس كلها بقت منحنيه لحد دلوقتي. كده تمام، كده خرجنا من حيز الكونسبتس، كده ابتدى في تطبيق فعلي على ارض الواقع، كده في اجهزه اقدر اروح اشتريها، كده في اجهزه اقدر المسها بايدي واشوفها بعيني. مرت سنين كتير وما تعرضتش الشركات لاي حاجه للتقنيه دي بعد كده، ولكن من خلال اللي اتحقق نقدر نقول ان مستقبل التقنيه دي كان مشرق او كان بيوحي ان في حاجه قويه جدا هتيجي في المستقبل البعيد. وده ياخدنا ل 2017 وتحديدا في شهر نوفمبر اول محاوله لاطلاق جهاز فولدبل يعني قابل للطي، وكان الزي تي اي اكسون ام. الجهاز ده كان عباره عن شاشتين متصلتين في بعض، وكان في ما بينهم مفصله بالمعنى الحرفي، مفصله اللي هي بتاعت البلكونه دي، وكنت تقدر تطبق الشاشتين على بعض او تقدر تفتحهم وتقدر تستخدم كل من الشاشتين. هو مش قابل للطي بالمعنى الحرفي، هم كانوا بيضحكوا على الناس يعني، هم كانوا شاشتين منفصلتين ملزوقين في بعض، بس همشيها. طيب بما اننا اتكلمنا عن الزي تي اي اكسون ام وان ده كان جهاز فولدبل، خلينا ان احنا نستوقف ثانيه ونوضح ان في فرق بين الاجهزه الفولدبل، في فرق بين الاجهزه الفلكسبل. الاجهزه الفولدبل دي هي اجهزه قابله للطي، وزي ما قلنا هي بتعتمد على فكره المفصله، ان جهاز اقدر اتنيه. هل هو فلكسبل؟ لا، ممكن يكون في كومبوننتس فلكسبل، الاجابه لكن الاجهزه قابله للانحناء، وده ان الشاشه كامله منحنيه وان كل الكومبوننتس اللي جواها تقدر تتنيها وان الجهاز تقدر تلفه في ايدك. ظهرت بعض التسريبات اللي بتقول ان شركه سامسونج عرضت البروتوتايبز الخاصه بالفلكسبل ديسبلايز دي في مؤتمر سي اس 2018 في جلسه سريه، واتفقوا ان الجلسه دي هتتكرر بعدين سواء في شهر نوفمبر 2018 او بحد اقصى مؤتمر ام دبليو سي 2019 اللي هو حصل من كام يوم. هل الشركات بتعمل ده او شغاله على التقنيه دي كفرد عضلات، كل شركه بتفرض عضلات على الثانيه عشان تثبت احقيتها بصداره واجهه شركات السمارت فونز، ولا هل هي فعلا تقنيه مفيده وهتفيد اليوزرز في المستقبل؟ اول ميزه فعليه للتقنيه دي وهي ان الشاشات هتكون من البلاستيك، فبالتالي الشاشات هتتحمل الضغط، بالتالي الشاشات هي بالفعل منحنيه فمش هتخاف انها تتني او ان جزء من الجهاز ينفصل عن الشاشه، او بمعنى ادق ان الشاشه هي اللي تنفصل عن جزء من الجهاز. كمان مش هتخاف ان انت تحط الموبايل في جيبك لان حجم الجهاز هيتقلص بكل سهوله، والجهاز هيكون قابل للطي او قابل للانحناء. في الحالتين انت مش هتخاف على الجهاز والجهاز هيكون سالم وامن. تاني حاجه دونا بقى عن الانسيابيه والشكل الجمالي، في الاجهزه هتكون اخف في الوزن بشكل كبير عن الماضي على الاقل. كمان الشاشات بما انها من البلاستيك فهي هتكون ارخص في السعر، والتكلفه كلها هتكون منصبه على الجزء الهاردوير، على هيكل الجهاز بالفعل وعلى الكومبوننتس اللي موجوده جوه الجهاز. طيب ايه التحديات او المعوقات او الصعوبات اللي ممكن تواجه مشروع زي ده او جهاز بالتقنيه دي؟ اول حاجه تعال تخيل معايا كده لو الهاتف قابل للطي، الفكره زي ما قلنا هتكون عامله زي المفصله، ان الجهاز مثلا هتقسم لثلاث اجزاء، وفي الجزء اللي في المنتصف هيكون فيه المفصله اللي بنتكلم عليها، وبالتالي انت تقدر بطريقه ميكانيكيه هتقدر تتحكم في ان انت تحرك الثلاث شاشات. اما لو هاتف قابل للانحناء بالمعنى الحرفي، منحني، شاشه منحنيه، الحاجات اللي جواه منحنيه، ده هيتطلب مني ايه؟ هيتطلب ان البروسيسور هيكون منحني، ان الرام هتكون منحنيه، ان البطاريه هتكون منحنيه. طيب هل ده هيرجعنا الايام البدائيه، ان يرجعنا ان الحاجات دي هتكون امكانياتها ضعيفه؟ هل في مقابل ان انا هاخد تصميم جمالي او تقنيه مستقبليه جامده جدا هستغنى عن الحاجات الاساسيه؟ وبعد حوالي 8 سنين من التطوير اطلقت سامسونج اول هاتف قابل للطي في العالم، وهو السامسونج جالاكسي فولد. زي ما تابعنا في الفيديو، الجالاكسي فولد هو عباره عن تابلت 7.3 انش، بعمل عليه كل التاسكس اللي انا بعملها او الحاجات اللي انا عايز اعرضها او حاجات كتير، ممكن اشغل عليه اكتر من ابلكيشن. دماغي هفتني ان انا عايز استخدمه كتليفون، همسك الجهاز اخلص حجمه بايدي واحوله لتليفون بكل بساطه. بيتحول لتليفون بشاشه 4.6 انش. بدون بقى عن الكلام في السبيكس، ليه سامسونج اطلقت الجالاكسي فولد؟ بعيدا عن كل الاسباب اللي اتكلمنا فيها وبعيدا عن كل المميزات اللي اتكلمنا فيها، ففي سبب اكبر من كل ده. الاحصائيات مؤخرا اقرت ان الناس بقت تغير التليفونات اللي معاها بعد فتره كبيره جدا، بقت تبقي على الاجهزه اللي في ايديها فتره طويله جدا. ده بيخلي مبيعات الشركه في ركود، ده بيخلي ان مبيعات الشركه تقل. فبناء عليه قررت الشركه انها تقدم حاجه واو، حاجه ما حصلتش، حاجه تكسر الدنيا، حاجه ترجع تحيي وتنعش السوق من جديد، دونا بقى عن الحاجات المكرره او التقنيات اللي كل الشركات عماله تنقلها من بعض. فتبقى هو دونا عن الشركات هتنقل في التقنيه دي، بس برضو هتكون حاجه اجدد من اجدد حاجه موجوده في السوق. في الجهاز ده سامسونج طورت تقنيه جديده في تصنيع الشاشات،
وهي شاشة جديدة تحمل اسم Infinity Flex Display. الشاشة دي هي أرق من أي شاشة موجودة في السوق. الشاشة دي اعتمدت فيها سامسونج على مكونات جديدة، نوع جديد من البلاستيك، وقررت انها تطور فيه. في الطبيعي الشركات بتستخدم نوع معين من الشاشات بتكون ملزوقة فوق بعضها بشكل مكدس، وده بيخلي ان هي غير قابلة للانحناء. لا، سامسونج هنا استخدمت نوع لاصق جديد بتلحم بيه الشاشات بتاعتها، وده خلاها ان انت تقدر تتنيها مئات الالاف من المرات بكل سهولة وبكل سلاسة. زي ما شفنا التقنية المذهلة دي وقد ايه تصميم الجهاز كان تصميم خرافي وحاجة جديدة جدا وسبق وثوري وكل الصفات الكويسة اللي احنا نقدر نقولها عليها. سعر الجهاز $1800. هل ده سعر يقدر يتحمله اليوزر العادي؟ اكيد لا. مين منافسين سامسونج في التقنية دي، او مين اللي اعلنوا عن اجهزة تانية؟ عندنا هواوي اعلنت عن الميت اكس، تقنية مشابهة سواء اختلفت بقى في طريقة الكاميرات او خلافه او السوفت وير، ولكن هو برضه هاتف قابل للطي. كمان شركة بلاك بيري وشركة موتوريلا ولينوفو، كل الشركات دي اعلنت انها تبتدي تنتج اجهزة قابلة للطي. كمان سامسونج قررت واعتزمت انها مش هتقف عند الحد ده، وانها مش هتقف عند موضوع ان الهواتف تكون قابله للطي، لان زي ما قلنا الهدف الاسمى ان الهواتف تكون قابله للانحناء، الهواتف تكون قابله للتمدد. بس دي مش هتكون النهايه، اكيد الشركات عندها احسن، اكيد الشركات بتفكر في حاجات تانية، اكيد واحنا بنكتب الفيديو ده واحنا بنصور الفيديو ده واحنا بنمنتج الفيديو ده الشركات عماله تفكر هتقدم ايه لليوزرز بعد كده يكون افضل، او يكون تجربه احسن، او يكون تجربه احدث. ده كان كل كلامنا عن الفليكسبل ديسبلايز. اتمنى ان يكون محتوى عجبكم، واتمنى ان تحققوا منه اكبر استفاده، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان انا كان نفسي اقول الجمله دي من زمان. كمان هتلاقوا حاجه هتظهر لكم في حرف الاي، انا مش عارف ايه هي بس برضه عايز اقول الكلمه دي. كمان هنسيب لكم حاجه في الديسكريبشن انا مش عارف هي ايه بس برضه حابب اقول الجمله دي. وسلام. يلا يا جماعه، سلام. طبعا الناس هتكتشف ان انا قصير قوي.